ده هو بطلنا شو كان ساعتها نايم، ولكن اول ما صحى الواد انصدم، لقى نفسه رجع بالزمن وما كانش فاهم اللي بيحصل. بيقعد يفتكر اللي حصل له، ولكن بتدخل عليه حبيبته. الواد اتاكد فعلا انه رجع بالزمن. البنت اللي بيحبها هنا بترمي له الحاجات اللي جابها لها، بتقول له مش عاوز اشوف وشك تاني. في اللحظه ديت شو بيفتكر اللي خلاها تسيبه، واللي باختصار يا صديقي ان شو قبل كده افتعل قتال مع شاب اسمه تيانا علشانها، لكن في النهايه تم ضربه وطرد والده لانه كان شغال عندهم في الشركه، وعلشان كده هي سابته لانها اعجبت بتيان. المهم شو هنا بيقول لها انت عاوزه ايه؟ طيب بتقول له لو كنت عاوز والدك يرجع تاني فلازم تروحوا تعتذروا انتوا الاتنين لتيان. البنت حرفيا بتستهزأ منه، ولكن شو ما كانش معبرها اصلا. بيقف هنا وبيقول لها ده في احلامك ده كله. بيقول لها انا مش رايح في حته ويلا برا. شو فعلا طردها والبنت كانت متعصبه جدا. المهم بعد ما مشت شو كان عمال يعزز في قوته، واللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان شو قبل ما يرجع بالزمن كان احد عظماء الليتشي. شو هنا بيستدعى سيفه ولكنه كان مكسور، بيحس بالاحباط شويه ولكن جسمه كان بدأ في التعافي. بيجرب يستخدم قوته وبوم الحيطه اتدمرت تماما. بيروح بعدها يعزز هالته في مكان تاني، ولكن فجأة بيلمح صاحبه. كان ساعتها بيتم الاعتداء عليه من العيال دول، وشو كان شايف كل حاجه. الواد ابو شعر احمر ده كان هيضربه، ولكن فجأة شو كان ماسك دراعه. الواد انصدم اول ما شافه، ولكن شو كان مس عليه. شو كان متعصب منه جدا وقال له اهرب والا هقتلك. صاحبه كان مستغرب من اللي بيعمله وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ الواد ابو شعر احمر بيستهزأ منه وبيقول له انت ازاي عندك الجرأة تورينا وشك تاني؟ الواد اللي جنبه ساعتها هجم على شو، ولكن احلى مسا عليك. شو طبق له وشه والكل ما كانش مصدق. بيهجموا عليه واحد ورا التاني، ولكن ما كانش في حد قادر يتعامل معاه. شو بعدها بيستخدم احدى مهاراته والواد شعره طار من مكانه. بيقول له هسيبك المره دي، ولكن لو شفتك مره تانية صدقني هتندم جامد. العيال فعلا بتمشي، ولكن فجأة بيتدخل واحد هنا كان مفكر بيتم الاعتداء عليهم، ولكن اول ما شاف ايده انصدم. بيقول له هنا انت ازاي عندك مهاره اللي تشو عندك الجرأة لأذية الضعفاء؟ شو بيقول له يا عم انت فهمان غلط، ولكن ده كان هجم عليه بس شو كان اصيع منه وهوبا غفله. الراجل انصدم من قوه الضربه، وهنا حس بحاجه غريبه. بيحط ايده على قلبه وكان بيتألم جدا. بيفتح عينيه هنا والمفاجاه ان شو كان وراه. استخدم عليه احدى مهاراته السريه وكان تفكيره في محله. عرف ان الشخص اللي قدامه ده مسارات الطاقه اللي عنده بايظه، لكن حرفيا بحركه واحده من شو كان نص مساراته تم شفائها. الراجل انصدم وما كانش مصدق عينيه. الاعضاء اللي معاه كانوا وصلوا وعلى طول حاطوا شو علشان يمسكوه، لكن تفتكر ده هيحصل؟ شو على طول فعل هالته وهجم على الاول. كان لسه هيقتله، ولكن معلمهم اتدخل واداله بالقلم. بيعتذر بعدها لشو، بيقول له اسف اني اسأت فهمك. بيشكره على شفاء جروحه، وشو بيقول له انا عملت كده لانك شخص طيب. بيشكره على حسن ظنه، ولكن بيقول له في حاجه عاوز اقول لك عليها. انا بنتي الصغيره تم ختم هالتها من فتره قريبه، يا ترى هل بامكانك تساعدها ولا لا؟ شو ما كانش مهتم، ولكن الراجل بيعرض عليه مكافاه. بيقول له لو عالجتها هديك فيلا وعلشان تبقى عارف انها كثيفه بالطاقه الروحيه. شو بيقول له ده قليل جدا، ولكن يبقى اتصل بيا على الرقم ده. بيقول له تمام. وبعد ما مشى في احد الاشخاص بيرن على شو بيرد على الموبايل، واللي كان متصل هي حبيبته ياو، لكن وقتها اللي كان بيكلمه هو تيان. شو هنا كان متعصب على اخره، وتيان ساعتها بيقول له انت قدامك 10 دقايق، لو ما جيتش لعندي بقى فما تزعلش من اللي هيحصل لصاحبك. شو فعلا بيروح لعنده، واول ما دخل كان في واحد عاوز يغفله، ولكن بيرزعه واحده بيريحه مكانه. تيان ما كانش مصدق اللي شافه، بالاخص حبيبته ياو. بيروح هنا يفك صاحبه، ولكن في واحد بيهجم عليه. بيكون لسه هيقتله، ولكن شو كان اسرع منه واداله رجل طيره. تيان وقتها بيسخر منه وبيقول له كنت خاف المهارات ديت فين. بيأمر هنا العيال اللي جنبه بالهجوم على شو، لكن ده كان قبل ما يوصلوا كان شو بعتهم لمنطقه تانية. تيان ما كانش مستوعب، واللي هو ده ازاي كده. شو بيقرب منه هنا والواد كان مرعوب منه جدا. يا بتقول له انت مالك خايف كده، ولكن بيزعق لها وبيقول لها ما اسمعش كلمه. البنت حرفيا ما كانتش قادره تستوعب انه زعق لها علشان حساله زي ده، لكن ساعتها بتدخل عليهم بنت قصيره كده بتسالهم هو مين اللي عمل المشاكل هنا. لكن اول ما شافت شو عرفت ان هو اللي عمل كده من الهاله اللي عنده. على طول بتهجم عليه، ولكن شو بيصدها. بيعرف ساعتها ان البنت اللي قدامه اعلى منه بمستوى، لكن حرفيا ده ما كانش مانع قصاده وقدر يهزمها بكل سهوله. البنت وقتها قالت ما بدهاش بقى. بتستخدم عليه احدى مهاراتها الفريده، ولكن الصدمه ما حصلش اي حاجه. تيان ما كانش مصدق اللي شافه وقال له انت عاوز ايه مني؟ شو بيقول له انت لحقت تنسى ولا ايه؟ فاكر لما اجرت واحد علشان يضربني؟ انت فاكر ان هنسالك ده ولا ايه؟ البنت اللي كانت بتحمي تيان ما كانتش عارفه بده، وهنا قالت له انت كدبت عليا ليه؟ لكن شو بيبعدها عن طريقه وبيقول له اعتذر يلا. تيان بيستهزأ منه وبيقول له ده في احلامك يلا. شو قال له طيب تمام. بيرزعه حته قلم، والواد ما كانش مصدق، كان متعصب عليه جدا، ولكن بيرزعه التاني. تيان ساعتها بيقول له طالما انت عندك الجرأة لفعل كده فاستحمل اللي هيحصل لك بقى. ياو بتحاول تهديه، ولكن بيقول لها ما اشوفش وشك دلوقتي. حرفيا ياو بتتضايق من شو اللي كان ساعتها مشى. في اليوم التاني بقى شو بيروح على مدرسته. اول ما دخل فصله بيضايقوه شويه عيال متنمره. الواد ابو شعر اخضر ده بيكلمه وبيقول له حواراتك كترت قوي، انت ما تعرفش ان تيان بيلعب
معانا كرة السلة في فريقنا ولا ايه؟ بما انك اسأت ليه فكأنك اسأت للفريق كله. شو بيقول له هتعمل ايه يعني؟ قال له انت وفصلك هتلعبوا كرة السلة ضدنا، اللي هيفوز هيعتذر للتاني، وحرفيا صف شو ما كانش موافق على الفكرة ديت. شو بيقول له تمام، وفعلا بيروحوا للملعب. صاحبه هنا كان خايف جدا وقال له انت ورطت نفسك في ايه؟ شو قال له ما تخافش انت وركز معايا. المباراة فعلا بتبدأ، واول ما الكرة طارت في الهواء كانت النتيجة 3-0 لصالح هاو. شو انصدم من اللي شافه ولكن اتحمس جدا. بترجع الكرة مرة تانية لهاو وبيروح علشان يسجل، ولكن صدمة بكل المقاييس. في لمح البصر شو كان قدامه واخد منه الكرة وسجل نقطة. حرفيا ما فيش حد قدر يمنعه، والعيال كلها انصدمت وما كانوش مصدقين اللي بيحصل. بيقعد يحرز نقاط ورا التانية وما كانش في حد قادر يمنعه. هاو وقتها اتضايق جدا، بيحاول يسجل ثلاثية هنا ولكن شو بيمنعه. الواد كان باين عليه الغل وقال ما بدهاش بقى. بينزل باقي اعضاء الفريق والعدد كان 8-2. العيال بتغش بكل معنى الكلمة، وشو ما كانش معترض خالص. العيال اللي بره كانوا شايفين ده وما كانوش حابين اللي بيحصل، لكن بقى شو كان مختلف عنهم وكان في اوج حماسته. هاو بعدها بينطلق علشان يسجل نقطة، ولكن شو كان قدام عينيه. بياخد منه الكرة هنا وهوب سجل احلى ثلاثية. الملعب كله اتقلب على بعضه، واللي هو ده ازاي كده؟ العيال بتحاول تمنعه باي طريقة، ولكن شو بيعدي من وسطهم بكل سلاسة. بيمنع هاو مرة تانية من التسجيل، وهوب جاب ثلاثية تاني. بيفوز بفرق 5 نقاط، والكل ما كانش مصدق انه قدر يفوز بالسهولة ديت. العيال بعدها بتكون ماشية، ولكن شو بيقول لهم ما نسيتوش حاجة ولا ايه؟ الواد ده قال له نسينا ايه يعني؟ شو بيقول له الاعتذار يا صاحبي. بيقول له صح افتكرنا. بيهجموا عليهم الكل في نفس الوقت، ولكن شو كان متوقع ده. بيعمل معاهم الصح يا صديقي، وبعدها بيروح لعند هاو. الواد كان خايف منه جدا. بيمسك ايده هنا وبيقول له هتنفذ اللي قلته ولا اكسر لك دراعك. هاو فعلا بيعتذر ليه، ولكن ده ما كانش مرضي لشو. بيعصر ايده جامد وقال له هسامحك المرة دي، وبعدها سابه ومشى. بيرجع بعدها البيت وكان عمال يعزز قوته هنا. الواد بينجح فعلا وكان في قمة السعادة. في اليوم التاني بقى كان راكب احد الباصات وكان رايح على مكان كده. بيقول لسواق الباص ينزله هنا، واول ما نزل العيال بتتنمر على صاحبه. المهم اثناء ما شو كان ماشي بيتصل بالراجل اللي شفناه في الاول، ولو انت ما تعرفوش يا صديقي فهو ده السيد يوان. يوان بيكلمه وبيقول له انت تاخرت ليه؟ شو قال له ما تاخرتش ولا حاجه، واول ما قفل معاه كانوا قدامه فعلا. بيدخل بعدها لجوه، واول ما بص انصدم، لقى البنت اللي كانت بتحمي تيان واقفه قدامه. الواد استغرب جدا ولكن مش اكتر منها. بتفكره نصاب ما يعرفش اي حاجه، ولكن ابوها بيقول لها انا متاكد انه هيقدر يعالجك. بتقول له تمام، وهنا بتروح لعند شو فعلا بيستخدم هالته، والبنت بتحس بحاجه غريبه كده. بيقدر فعلا يفك الختم اللي عليها، وابوها بيشكر شو جدا. بيديله مفتاح الفيلا اللي قال له عليها، وقال له لو عوزت اي حاجه فانا هكون سعيد بمساعدتك. شو بيقول له تمام، وبعدها سابه ومشى. بيرجع بعدها لصاحبه، والبنات دول كانوا عمالين يغلسوا عليه، لكن اللي بيعصبه اكتر انه شاف ياو وقتها بتروح لعنده وبتقول له انت عاوز مني ايه؟ شو ما بيعبرهاش اساسا، وحرفيا احلى قصف جابها. المهم بعدها الجو بيغيم عليهم وما كانوش عارفين يعملوا ايه. ياو وقتها بترن على تيانو وبتقول له تعالى خدنا علشان الجو هيمطر. شو بقى كان واقف في مكانه وقال لهم انا عندي فيلا قريبه من هنا، لو كنتوا عاوزين تيجوا معايا فانا ما عنديش اي مانع. العيال ما كانوش مصدقين، ولكن بيروحوا يشوفوا اخرتها ايه. شو اول مره من البوابه الحارس بيفتح له، والكل كان مصدوم وقتها. بالفعل كلهم بيدخلوا، ولكن شو ما بيدخلش ياو. بتتعصب منه جدا، ولكن كان تيان وصل لعندها. بتقول له هنا انت لازم تخلص على الحساله ده باي طريقه. على الناحيه التانيه العيال بعد ما دخلت ما كانوش مصدقين ان هم جوه فعلا. البنت دي بتحاول توقع شو بالكلام، ولكن بيطلع لها مفتاح الفيلا. بيقول لها لو ما كنتيش مصدقه فيلا امشي من هنا. البنت حرفيا ما كانتش جايباها لبره. شافت البنت اللي اسمها تشوفها وفكرت ان هي دي صاحبه الفيلا، لكن ده حرفيا تشوف تصدمها وبتقول لها امشي يلا. البنت فعلا بتقع في شر العابها، وفعلا سابت المكان ومشت. على الليل بقى كان شو بيعزز في قوته. بيحس ساعتها بشعور غريب بسيفه، اول ما طلع بره انصدم، عارف ان هو ده سيفه اللي كان معاه من 10,000 سنه. الواد هالته بتتغير هنا، وكان متحمس للانتقام من الاشخاص اللي اذوه. في اليوم التاني بقى شو كان ماشي هنا، لكن فجاه بيحوطوا مجموعه اشخاص بعربياتهم. بينزل واحد ضخم كده، واتضح ان هو ده الشاب اللي تيان بعته علشان يضرب شو. العيال ساعتها بتهجم على شو، يا ريتهم ما عملوا كده. شو حرفيا بينزل عليهم بكل غباء، وما كانش في حد لاحق يشوفه. العيال بتقدر تغفله من ورا، ولكن ما فيش اي حاجه بتمنعه. بيهجم على الضخم ده، هوب احلى مسا عليك يا معلم. العيال بيترعبوا من اللي حصل، وهنا بيهجموا عليه كلهم، لكن ده قبل ما يوصلوا له كان شو روق عليهم حرفيا. على الناحيه التانيه بقى، وتحديدا عند الشاب هاو، كان ساعتها بيكلم تيانو وبيقول انا بعت العصابه علشان يضربوا شو، مستحيل انه يفلت المره ديت. لسه بيقول له على اللي فيها ونلاقي شو طابب عليهم. يخرب بيت الجمدان اللي عندك يا صاحبي والله. العيال انصدمت تماما، ده اللي هو ازاي كده. شو هنا بيكلم تيانو وبيقول له يعني انت اللي بعت العيال ديت، لكن ساعتها بيعرض واحد في الكلام وبيقول له انت ازاي دخلت لهنا من غير اي اذن. بيروح يمسك شو من هدومه، ولكن شو بيرزعه قلم بيطيره. العيال بعد ما شافوا اللي حصل اترعبوا اكتر. بيهجم عليه واحد هنا على اساس انه
انه هيعمل حاجه ولكن بيريحه هو كمان. شو بعدها بيروح لتيان وياو بتعترض طريقه، لسه بتقول له انت عاوز ايه، ونلاقي تيان اخد رجل طيارته لورا. هي وحرفيا بتنصدم وبعدها شو بيغادر المكان. بعد اسبوع كان تيان في المشفى وكانت حالته حاله. كان ساعتها بيكلم والده هنا وبيقول له انت لازم تقتل شو. بيقول له تمام ارتاح، انت اخوك على وشك الوصول وهينتقم لك منه. على الجانب الاخر بقى بنروح لعند شو. كان ساعتها بيريح هنا ولكن بيدخل صاحبه عليه بيقول له عندي اخبار مش هتعجبك. شو ما كانش مهتم اصلا وقال له في ايه يعني. بيقول له هاو اجى هنا ومعاه واحد من هيئه التدريس. باختصار يا صاحبي ده عم هاو احسن لك تتدرب في مكان تاني دلوقتي. لكن ده كان فات الاوان ووصل عم هاو فعلا. شو ما كانش مرتاح له خالص، وهنا عم هاو بيكلمه وبيقول له انا سمعت انك عملت مشاكل كتير هنا. صاحبه وقتها بيحاول يدافع عنه ولكن هاو بيمنعه وبيقول له مين سمح لك تتكلم. شو بقى كان متضايق منه جدا وهنا فعل هالته. بيمسك بعدها هاو وعمه كان مرعوب منه جدا. حرفيا عمه جري وسابه ويعني هاو اتفشخ لوحده. في اليوم التاني بقى كان صاحب شو بيكلمه وبيقول له هتعمل ايه في مشكله امبارح. شو بيرد عليه وبيقول له ولا اي حاجه. لكن وقتها كان حضر احد اعضاء هيئه التدريس وفصل شو. العيال بتستغرب هو ليه عمل كده بالرغم ان شو ما عملش اي حاجه. لكن على اي حال المدرس ده بيقول له انت عندك اعتراض على حاجه ولا لا. شو ما بيردش عليه اساسا ولكن شين بتتدخل هنا بتقول له ايوه عندي اللي يثبت براءه شو. والمفاجاه ان كان معاها الشاب اللي شو ضربه. الحوار بيولع تماما وشو كان مستمتع باللي عمال يحصل. بيقف هنا وبيشكر شين وقال لها انا اسف ولكن مش محتاج اي حد يدافع عني. شو هالته اتغيرت هنا وشين كانت واخده بالها. هو وقتها بيحس بالخوف ولكن مع ده بيروح يستفزه. شو بقى كان واقف قدامه وقال له طيب انت اللي جبته لنفسك. بيستخدم عليه احدى مهاراته والواد بيحس بصداع جامد. المدرس ساعتها بيقول له انت عملت له ايه. شو بيقول له عملت له حاجه ازاي وانا ما اتحركتش اساسا. شين بقى كانت واخده بالها جامد ولاحظت انه استخدم هالته. نروح بقى الهو اللي كان عمال يصرخ من الالم. بيقعد يتوسل لشو ولكن بيقول له مش هسيبك غير لما تقول الحقيقه. الواد بيقول على كل حاجه فعلا وعمه كان متضايق من اللي سمعه. شو بيقول له تمام كده وبالفعل بيسيبه. عمه بقى طبعا بعد اللي سمعه ده ما كانش قادر يتكلم مع شو. بيقول له هسيبك دلوقتي عقبال ما ادور في المشكله اكتر. شين بتقول له تمام ولكن احسن لك تسرع، انت ما تعرفش ان شو من فريه ولو حصل له اي حاجه هتندمه جدا. الراجل وقتها انصدم لما عرف انه تبعها. قال لهم تمام وبعدها سابهم ومشى. شو هنا بقى كان بيكلم شينا وبيقول لها من امتى وانا اصبحت عضو الفريق. بتقول له يا عم انا عملت كده بس علشان اضغط عليه مش اكتر. لكن ده كان شو مشى وده اللي عصبها جدا. المهم شو بعدها بيرجع لبيته. اول ما دخل تم الهجوم عليه والواد ما كانش فاهم اللي بيحصل. بيفادوا الهجوم بصعوبه ويا ترى اللي عمل كده هو الشاب اللي بعته تيان. الواد بيضحك لشو بكل هستيريا وبيقول له استعد يلا. شو بقى كان مروح ولكن اول ما دخل بيتم الهجوم عليه. بيفاد الهجوم بصعوبه وكان مش فاهم اللي بيحصل. واتاري اللي عمل كده هو الشخص اللي تيان بعته. شو وقتها عارف ان الشخص اللي قدامه مش زي اللي قابلهم قبل كده. بيهجم عليه الشاب هنا ولكن شو بيصده. بيحاول يغفله من ظهره ولكن شو بيبعد عنه. بيتحمس ساعتها والواد اللي قدامه بيفجر هاله مرعبه. في لمح البصر كان ورا شو خلاص هيقتله. لكن بقى شو كان عنده ردة فعل اسرع منه ولحق نفسه. الواد ما كانش حله برضه وشو كان عمال يدافع عن نفسه. بيستدعى سيفه هنا والواد اترعب من هالته. عارف ان مستواه ده مش معقول انه يكون في عالم اللي تشي. بيساله هو مين ولكن شو ما بيردش عليه. البنت شو كانت وراه ساعتها وهنا اخدها كرهينه. قال له لو ما سمعتش كلامي فانا هقتلها من غير اي تفكير. البنت شو وقتها اتعصبت عليه والواد انصدم. عارف ان مستواها اعلى منه بكتير وسلم نفسه هنا. لكن ده كان بيكذب عليهم وهنا هجم عليهم. شو على طول هجم عليه ولزقه في الحيطه. الواد بعدها بيقول له لو قتلتني فهي هتموت ورايا. انا سممتها وتشو فعلا بتحس بحاجه غلط. بس بقى شو بيخلص عليه في لحظتها والواد ما لحقش يقول اي حاجه. شو بعدها بيروح لعند تشو. هو بيستخدم عليها احدى مهاراته الطبيه. بينجح في ازاله السم من جسمها وبعدها بيتصل بتيان. ابو ساعتها بيعرف ان الشخص اللي بعته فشل في قتل شو. بيفتح عليه هنا وشو بيكلمه. بيقول له لو ما اعتذرتش ليا في الايام الجايه فهو ده هيكون اخر يوم في عمرك. بيقفل معاه بعدها وتيان كان متعصب منه جدا. والده بيطمنه وبيقول له ما تخافش من حاجه، اخوك هيوصل بعد يومين وهتكون هي دي نهايته. نروح بقى لشو اللي كان بيتكلم مع صاحبه هنا. لكن وقتها بقى بيخش عليهم فريق الكاراتيه. صاحب شو يستغرب كده وقال له هو انت عملت معاهم مشاكل ولا ايه. شو بيرد عليه وبيقول انا ما اعرفش ولا واحد فيهم. المهم الشاب ده بيكلم شو بيقول له انت ازاي قتلت ابن الرئيس تيان. شو ما كانش فاهم هو عاوز منه ايه ولكن العيال بتهجم عليه هنا. اول واحد بيقرب من شو بيروق عليه والكل انصدم. بيخلع هدومه هنا وبيستعد علشان يقتلهم. بينزل عليهم واحد ورا التاني وما كانش في حد لاحق يشوفه. بيتفضل الواد ابو شعر بنفسجي ده وهنا فعل هالته. بيهجم بعدها على شو ولكن شو كان احسن منه. شو بيخبطوا واحده في جنبه هنا والواد بيتأذى جامد. بيكون متعصب منه جامد وهنا البنت شو بتوقفهم. بتقول للواد ابو شعر بنفسجي انت بتعمل ايه هنا، انت نسيت ان احنا ضربناكوا قبل كده ولا ايه. الواد بيتعصب منها جدا وقال لها مالكيش دعوه باللي بيحصل هنا. بتقول له ده في احلامك يلا، انا متاكده ان تيان هو اللي بعتكم علشان تنتقم
ينتقموا من شو، لو ما مشيتش من هنا فانا هعلم عليك زي المره اللي فاتت. الواد بيمشي فعلا، ولكن قبل ما يغادر بيستهزأ من شو، بيقول له ما كنتش اعرف انك بتتحامى في البنات يا صاحبي، لو كنت فعلا راجل فتعالى انزل لي واحد ضد واحد. صاحب شو بيقول له يا عم ده بيستفزك، ولكن شو بيقول له تمام ماشي. بيقول له خلصانه هكون مستنيك في قاعه الالعاب، وبعدها سابه ومشى. البنت شو بقى كانت خايفه على شو وقالت له انت كده بتنفذ اللي هم عاوزينه. شو قال لها مالكيش اي دعوه، وبعدها سابها ومشى. على الناحيه التانيه بقى كان فريق الكاراتيه في قاعه الالعاب، وكان معاهم تيان كمان. تيان وقتها بيروح للواد ابو شعر بنفسجي وبيديله الابر ديت، بيقول له هي ديت اخر الابر المسممه للاغتيال، المره دي انا عاوزك تقتل شو. بيقول له تمام، وبعدها فضلوا يستنوا شو. العيال فكرته انه مش جاي، ولكن كلها ثواني وكانوا قدامهم. شو وقتها بيكلم تيان وبيقول له انت ما جيتش تعتذر ليا ليه. تيان بيستهزأ منه وبيقول له ده في احلامك يلا، انا خايف ان تكون هي دي المره الاخيره اللي اشوفك فيها. شو بيقول له تمام، وبعدها القتال بيبدا. شو وقتها فعل هلته وهجم عليه، لكن شو بقى بيفاديها بكل سهوله وكمان بيستدعى سيفه. في اللحظه ديت شوان كان وراه وخلاص هيقتله، لكن شو بيطير في الهواء وهي ضربه كان مخلص عليه. في اللحظه ديت الكل انصدم، العيال بعدها بتهرب وتيان ما كانش عارف يتحرك. شو بقى كان قدامه وبيقول له انت رايح على فين. تيان كان مرعوب على اخره وقال له صدقني ما كنتش هوريك وش تاني، لكن شو بقى كان اداله ابره من بتوعه وقال له خلاص فات الاوان. تيان ايده بتعمل في ساعتها وكان عمال يستنجد بالبنت ياو علشان تجيب له الترياق. البنت حرفيا بتغدر بيه وبتقول له انت ليه لسه عاوز تعيش، ده انت حتى واحد ملوش اي لازمه مش عارف تقتله. تيان وقتها بيموت قدام عينيها، وشو كان مستمتع باللي عمال يحصل. هي وبعدها استغربت كده وقالت له شو انت مش هتقتلني انا كمان ولا ايه. شو بيقول لها بدل ما اقتلك فانا هخليكي تعاني جامد، وبعدها سابها ومشى. على الجانب الاخر بقى بنروح لعند مكان في وسط الجبال. المعلم ده كان ماسك كريستاله في ايده وكان بيكلم الطالب بتاعه، بيقول له هنا انت رايح فين. رد عليه وقال له في انتقام لازم اخلصه الايام ديت. قال له تمام، ولكن ابقى ارجع بسرعه. نروح بقى لاحدى المباني واللي ياو كانت واقفه على احدى اسطحهم، بتقول في نفسها انا ما كنتش قادره استحمل، هي مساله وقت عقبال ما شو يخلص على الباقي ويندار عليا. البنت بتفكر في الانتحار وفعلا بترمي نفسها، لكن بقى المفاجاه ساعتها بيمسكها واحد بيتضح ان هو ده الشاب اللي شفناه مع المعلم. يا واستغربت كده وقالت له انت تبقى مين. قال لها انا اخو تيان واسمي هيتيان. البنت انصرمت على الاخر، ولكن هيتيان بيكلمها بيقول لها لو انتحرت هنا فمين اللي هيضحك على شو لما يموت بعد كده. نروح بقى لعند قصر السيد يوان واللي كانوا ساعتها مستنيين شو، لكن بقى شو كان متاخر، ولما بنروح لعنده بنلاقيه ماشي في الغابه، لكن ساعتها بيقف كده بيقول لهم مش ناويين تظهروا بقى ولا ايه. شو كان عارف ان في اشخاص بتمشي وراه وفعلا بيظهروا انفسهم. الواد بيقول له لما انت عارف ان احنا وراك فليه ما هربتش من الاول، ده انت حتى في عالم اللي تشي يعني. شو بقى كان متحمس جدا، هو قال له حس كده بقى فخليك على كلامك. الواد ما كانش عاجبه الكلام وقال له هنخليك تندم على قتل تيان. شو وقتها بيعرف انهم جايين من طرف اخو تيان، بيقول له ايوه انت جبتها، وعلى طول هجم على شو. على الناحيه التانيه السيد يوان كان مستني شو، بيستغرب هو ليه اتاخر كده، ولكن كلب شو بيخش عليهم بيقعد يعض في البنت شو. هنا بيفهموا انه شو واقع في مشكله. نرجع بقى لشو اللي ما تاثرش باي حاجه. الواد بعدها بيهجم عليه بنفسه، ولكن شو بيصده. في نفس اللحظه برضه كان السيد يوان وصل لعند شو ساعتها بقى قتل واحد وده اللي صدمهم كلهم. جد البنت شو بقى اول ما شافه انصدم، ما كانش مصدق ان في سيف فوق راسه. المهم ساعتها الواد التاني بيهرب من شو، لكن هو شو هيسيبه بالسهوله ديت، بيهجم عليه بسيفه وهوبا طريق السلامه يا صاحبي. الكل كان مصدوم من اللي شو عمله وما كانوش مصدقين القوه اللي عنده. في ناحيه تانيه خالص كان اخو تيان عمال يلف حوالين نفسه، بيقول في سره هم ليه تاخروا كده، لكن فجاه بقى بيخش عليهم المعلم الاكبر لعائله السيد يوان. يا وساعتها بقى فكرت ان شو مات خلاص، لكن شو بيصدمهم بانه خلص على العيال اللي هم باعتينهم. يا وبتنصدم على الاخر، بتقول لاخو تيان انت ما قتلتهوش ولا ايه. هيتيان برضه ما كانش مصدق واللي هو ده ازاي كده. ابو تيان وقتها بيكلم المعلم الاكبر وبيقول له انتوا في مشكله دلوقتي، ازاي بس تجرأتوا على قتل تلاميذنا. الواد ابو شعر اصفر ده بيكلمه وبيقول له احنا ما عملناش اي حاجه، شو هو اللي عمل كده وملناش اي علاقه باللي حصل. المعلم الاكبر وقتها بيتعصب من والد تيان، بيقول له هنا انتم مطرودين من اراضينا علشان بتعارضوا كلامي، وعلشان كده بقى لو فضلت اكتر من كده فانا هامر بقتلكم. شو وقتها وشه بيقلب وبيقول لهم استعدوا يلا. بيفعل هلته هنا وحرفيا الكل بيترعب منه جدا. ابو تيان فعلا بيمشي، ولكن بيوعد شو بانه هيقتله. بعد فتره قصيره بقى كان شو جوه قصر عائله تشو، الكل كان عمال يخدم عليه واللي هو يا بختك يا ابن المحظوظه. في ناحيه تانية خالص بنروح لعند صاحب شو، كان ساعتها نايم هنا والدنيا اخر حلاوه، لكن وقتها بيخش عليه اخو تيان وبيامر العيال اللي جنبه بانهم يضربوه. على الجانب الاخر شو كان ماشي، ولكن السيد يوان بيوقفه، بيديله حبوب روحيه كهديه منه على مساعدته ليهم، لكن بقى شو بيصدمه وبيقول له انها ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. الكل فكروه غبي لحد ما طلع سيف وهوب احلى مثل الحديقه بتاعتهم. الكل حرفيا بينصدم، والمعلم الاكبر ما كانش مستوعب. ساله وقال له هو السيف ده برضه من معلمك ولا ايه؟ بيقول له
لا السيف اللي معايا ده ما ينتميش للعالم ده اصلا. المعلم الاكبر بيقول له تمام ولكن يبقى خلي بالك. شو بيقول له تمام وبعدها بيرجع لمدرسته. اول ما دخل بيشوف ان شو بيتعرض للتنمر، لكن وقتها شو بيلمح شو وبيحاول يستنجد بيه. الواد اللي ضربه بيستهزأ منه وكمان بيشتم شو بيتعصب منه جامد وقال له طيب تمام. في لمح البصر كان قدام الشاب وهوب احلى مسا عليك يا صاحبي. الواد بيتعصب منه وهنا فعل هلته، بس حرفيا شو كان قدامه في اقل من الثانيه وهنا مسك دراعه بيستهزأ منه وبيقول له انت ضعيف جدا، يلا بقى من هنا واحلى مسا عليك للمره الثانيه. الواد بيتشخرم تماما والكل كان خايف من شو، بس بقى كان في بنت بشعر احمر وكانت متضايقه من اللي شو بيعمله. بتكلم رئيسه اتحاد الطلبه هنا وبتقول لها لازم شو يكون مشارك في منافسه السنه دي. شو ما كانش عاجبه الكلام وقال لها مش على كيفك هو، لكن البنت اللي جنبه بتقول له انا الرئيسه ويعني مش هستنى اخد رايك، روح انت بقى غرفه الطلبه عقبال ما اخلص الموضوع ده واجيلك. شو بيقول لها تمام وفعلا بينفذ كلامها. على الجانب الاخر بقى كان في شاب مش عاجبه الكلام على ان شو هينضم ليهم، وده كله علشان هو في السنه الاولى ليه. البنت اللي هو وقتها بتهدي الوضع وبتقول له لو ما سكتش فانا هطردك. الواد بيهدى فعلا والبنت اللي هو بتقول له شو ما تتاخرش بقى، انت لازم تحضر معانا مباريات التبادل باي طريقه، ولكن علشان تبقى عارف الشاب اللي انت ضربته ده ما يعتبرش ولا حاجه قصاد اكاديميه النمر. شو ما كانش مهتم خالص وقال لها تمام ماشي. بيفتح الباب بعدها علشان يمشي ولكن الشاب ده بيمنعه. شو بيتعصب منه جامد وهنا بيكسر الحيطه، بيقول له انصحك ما تقربش مني والا المره الجايه هقتلك. في نفس الوقت ده كان صاحب شو عمال يتألم من الضرب اللي اخده. شو وقتها بيدخل وكان مش عاوز يقول له علشان ما يعملش مشاكل تانية، لكن شو بقى بياخد باله وبيقول له هو ايه اللي حصل لك. ما بيرضاش يقول له ولكن بيعرف ان اللي عمل كده هو اخو تيان. بيروح على طول لعند اخو تيان وكان متضايق منه جدا. اخو تيان بيستهزأ منه وبيقول له مالك مولع كده. شو ما بيردش عليه ولكن بيقول له لازم تعتذر لصاحبي حالا. اخو تيان بيستهزأ منه اكتر. بيكلم صاحب شو هنا وبيقول له عارف ايه اللي هيحصل لك لو اعتذرت ليك، انا هقتلك من غير ما تستوعب حتى. بيفعل هالته هنا وبيطلع نفس الكريستالة اللي معلمه كان ماسكها. بيكلم شو هنا وبيقول له ده حتى طائفتي عاوزه تقتلك انت كمان. شو بيستدعى سيفه هنا وبيقول له انت مجرد حسالة. اخو تيان وشه قلب هنا ولكن فجأة الكريستالة اختفت من ايده. ما حدش كان فاهم اللي بيحصل ولكن لما بص على ايد شو لقاها رايحه عند السيف بتاعه. الواد انصدم من اللي حصل واللي هو ده ازاي كده. شو بيمتص الكريستالة وقوته بتزيد على الاخر. اخو تيان ساعتها هجم عليه ولكن بدون اي فايده. كان ساعتها يقتله هنا ولكن بتمنعهم البنت له. اخو تيان ما كانش جايبها لبره وهنا حاول يغفل شو، بس بقى شو كان اسرع منه. هوب احلى تغفيله دي ولا ايه. اخو تيان بيتضايق جدا، قال ما بدهاش بقى. بيستخدم كل قوته وبيهجم على شو من غير اي رحمه. القتال بيولع اكتر ومحدش كان لاحق يشوفهم، بس بقى شو بيستخدم عليه احدى مهاراته السريه وبيجيبه الارض. لكن في المقابل اخو تيان بياخد منه سيفه وكان مفكر ان هو ده اللي بيديله القوه، بس بقى شو بيرجع سيفه تاني وده اللي صدم الكل حرفيا. بيروح لعند اخو تيان وهوب احلى مسا عليك. الواد ما كانش مصدق قوته وهنا هرب منه بسرعه، لكن وقتها بيخش على شو شاب كده قال له انا اللي هقتلك بالنيابه عن اخو تيان، وحرفيا ما فيش حد كان فاهم اي حاجه. شو ما كانش معبره اصلا وقال له احسن لك ما تنزلش قصادي علشان ما تندمش بعدين. الواد بيقول له انت خايف ولا ايه. بيطلع سيفه هنا وبيقول له صدقني انت اللي هتندم، ولكن البنت شو ساعتها كانت قدامه وهوب احلى مسا عليك انت كمان. صدمه بكل المقاييس. الواد ما حصلوش اي حاجه وتشو ما كانتش مصدقه. بيقول لها انت فاكره هجوم ضعيف زي ده هيأثر فيا. بيكون خلاص هيقتلها ولكن شو بيلحقها. وشه كان متغير جدا ونظراته كانت مرعبه لابعد الحدود. الواد بيهجم عليه هنا والقتال بيولع اكتر لدرجه ان مش قادر اوصفه لك. شو في اقل من الثانيه بيهزمه والكل ما كانش مستوعب. بعد فتره قصيره بنروح على مكان كده كان في معلم ساعتها بيكلم تلميذه، بيديله كنز كده والواد ما كانش فاهم هو عاوز منه ايه. بيقول له لو كان الفنان القتالي ده معروف فانا كنت هديله الشفره ديت، وقصده بالكلام على بطلنا شو يا صديقي. المهم التلميذ بتاعه بيقول له تمام ولكنه كان متضايق. بيقول في سر الكنز ده بتاعي يا عجوز انت. على الناحيه الثانيه بقى كانت البنت ياو قاعده مع اخو تيان، بتقول له هنا ما كنت سبتني انتحر وخلاص. اخو تيان بيتعصب عليها وبيرزعها بالقلم. بيقول لها هي مساله وقت وهيكون الحساله ده ميت. نروح بقى الشو اللي كان رايح لعند السيد يوان. اول ما دخل قال له انت قلت ان شفره السيف هيتم بيعها في المزاد الليله دي صح برضه ولا انا غلطان؟ السيد يوان بيقول له ايوه وكان في واحد وراهم وسامع كل حاجه. المزاد بيبدا فعلا والشفره بتطلع اخيرا. الواد اللي كان وراهم بياخدها وشو ما اعترضش طريقه ولا اي حاجه. السيد يوان بيستغرب وبيقول له انت ليه ما اخدتهاش؟ شو حرفيا بيصدمه وبيقول له ده لاني اعرفه، وشكل كده لسه في خبايا واسرار لسه ما عرفناهاش يا صديقي. المهم على الناحيه الثانيه كان اخو تيان عمال يخطط لحاجه. بيخش عليهم واحد ضخم كده وبيقول له مين اللي زعلك يا صاحبي؟ اخو تيان وقتها بيهديه وبيقول له هتعرف كل حاجه قدام. بيقعدوا مع بعض كده ولكن فجاه بتيجي رساله لاخو تيان. الواد اللي جنبه بيساله وبيقول له هو مين اللي بعت لك الرساله ديت؟ بيقول له المخبر اللي انا بعته علشان يراقب شو. تيان وقتها بيعرف ان شو رايح لفندق علشان عيد ميلاد صاحبه. المهم في نفس
نفس الوقت لما بنرجع لعند المعلم ده بيكون خلاص المرض نال من جسمه ونهايته قربت جدا. بيكلم تلميذه هنا وبيقول له انت لازم تجيب لي الشاب ده باي طريقه. بيقول له تمام، وبعدها سابه وطلع يدور عليه. وبس كده يا بطل، لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. الجزء الجاي دمار فعليا وصدمات ومفاجآت ما كنتش تتوقعها خالص. فيا ترى بقى ايه اللي مستني شو وايه اللي هيحصل بعد كده؟ انتظرونا بالاجزاء القادمه من حكايه شو. مستني منك بقى لايكك الجميل وكومنتك في التعليقات علشان اعرف ان الحكايه عجبتك ولا لا. وما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام.